مساء الخير، عاملين ايه؟ حلوين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنعمل مع بعض صينية سمك بالبطاطس. ده نوع اسمه بلاميطة. انا في الاول بصراحة كنت مفكراه شخورة واشتريته على ده الاساس. بس بابا لما شافه قال لي لا، الشخورة بيبقى ظهره فيه قشر كده وخشب من النص. اما البلاميطة ظهره ميلس وناعم كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو. آه، بصراحة ما كنتش أعرف، فلمّا بابا قال لي، فأنا قُلت أقول لكم المعلومة دي على أساس إن للناس اللي زي حالاتي طبعًا، مش زي بابا وماما والناس الكبيرة اللي فاهمة. غسلته كده تحت المَيّة، وهاقطع الراس بتاعه وأفتحه وأنضّفه كويس من بطنه وكده، علشان أنا هاعمله جزئين، هاعمل نُصّه في صينية بالبطاطس، والجزء التاني هاقليه في الزيت، وهاعمل جنبه رُز أحمر، رُز صيادية يعني. والأكلة دي ممكن تتاكل بعيش عادي، بس أنا أنتم عارفين جوزي بيحب الرز جنب أي حاجة، فالرز ده معانا هو والمكرونة مطوّلين في أي فيديو يعني. غسلته كويس كده بالمَيّة. مستنياكم تشتركوا في القناة وتفعّلوا الجرس عشان كل حاجة جديدة أنزّلها توصل لكم، ومستنية منكم الكومنتات بتاعتكم لو حابين إن أنا أعمل أي حاجة معاكم. ممكن أعملها، اقترحوا عليّا أكلات أو أي فكرة، أي فكرة، روتين، shopping مثلًا أشتريه وأوريه لكم. شوفوا لو حابين نوع من أنواع الفيديوهات دي أنا ممكن أعملها معاكم. هنا هُم كانوا 6 سمكات متوسطين، قطّعت كل سمكة في حدود 3 قطع أو قطعتين على حسب يعني ما كنت شايفاها بعيني عاملة إزاي. وقطّعت 3 ليمونات كده أو ليمونتين، وهاعصرهم كويس أوي عليهم، علشان السمك ده من النوع اللي هو سيكة فيه زفارة. فعشان تتغاضي عن اللقطة دي خالص وما تحسيش بيها، انتي اعصري ليمون كتير قوي عليه على قد ما تقدري. الخلطة بقى بتاعت اي سمك، اي سمك، السمك ده او السمك البلطي او اي سمك، بتبقى شطة حمراء او هريسة حمراء، آم، وتوم وكمون وملح، تمام. ممكن تضربي قرن فلفل اخضر فيه. هنا بقى كنت مضبطة حاجات لصينية السمك. بطاطس متقطعة وبصل وطماطم وفلفل أخضر وتوم وهريسة شطة برضو نحطوها في الخلطة بتاعت البطاطس وكده اللي هي أرضية الصينية، وملح وكمون. دي بس المكونات. يبقى مكونات تاني ايه؟ بطاطس، بصل، طماطم، فلفل أخضر، هريسة حمراء أو شطة حمراء، وتوم وملح وكمون، بس كده. ودعكتهم زي ما انتوا شايفين كده كويس قوي. وأنا عاملة بقى الخلطة في طبق صغير على جنب، اللي هو إيه هاقوله تاني، هريسة شطة وتوم وملح وكمون، والمفروض كنت أضرب أو أفرم يعني قرن فلفل أخضر فيه، بتبقى أحلى. بس بصراحة أنا ما عملتش كده المرة دي، أنا عملت بس هريسة الشطة والتوم والملح والكمون. هادعك كويس أوي في السمك من جوه ومن برّه، وهارصصهم كويس في الصينية، وهاسخّن الفرن أو أنا كنت مسخّناه، وهارُش شوية زيت وهادخّله بقى الفرن direct أهو. هنا جيت عملت معاكم الرز، المقطع بتاع البصل في الأول مش عارفة راح فين. هو مش محروق، أنا باحب اللون ده، يعني باحب الدرجة دي. حطيت المَيّة كده وهاحط الملح والكمون، وباحط برضه الباودر اللي جاية لي من برّه دي. أنتم هتاخدوا بالكم إن أنا باستعملها في حاجات كتيرة أوي، بس في حاجات فعلًا بتبقى طعمها حلو فيها أوي. يبقى الرز الأحمر بيتعمل إزاي؟ بتشوحي البصل كويس أوي في زيت، و وبتحطي بعد كده المَيّة وتحطي الملح والكمون. في ناس بقى بتعمل إيه، ممكن تحط حاجة بسيطة أوي من الشطة الحمرا،
والتوم. يعني من الخلطة بتاعة السمك دي ممكن ربع معلقة صغيرة خالص في الرز، برضه بيبقى طعمها حلو أوي. أنا الكمون كنت نسيته فحطيته. هي أكلة سهلة أوي وبسيطة، ما أخدتش وقت مني خالص. صينية السمك أهي استوت. انتوا عارفين السمك ضعيف أصلا بيستوي بسهولة. الباقي بقى اللي أنا كنت متبلاه برا، حطيته في دقيق كده وقليته في زيت. اليوم ده كان أخو جوزي معايا في البيت هو ومراته. فمراته كانت واقفة معايا بقى في المطبخ. وكانت بتساعدني بصراحة، كانت جت بقى وأنا في الآخر، فقالت لي سيبيني أنا اللي هقلي السمك وكده. فبصراحة ساعدتني ووقفت معايا وعملته. احنا ستات شطار قوي على فكرة. كل سنة وانتوا طيبين. يا رب السنة دي تكون سنة خير على كل الناس، مسيحيين ومسلمين. يكون فيها سنة فيها تعويض وفيها خير. الأيام صعبة جدا على كل الناس. في اكتئاب وحزن غريب على كل البيوت، مش عارفة ليه. آم، أو يمكن عارفة بس يعني ايه، بحاول نكدب نفسنا. كل بيت فيه مشكلة، في حاجة وجعاه، في حاجة تعباه. آه، بدعي إن الناس كلها تفرح، بدعي إن كل الناس ربنا يعوضهم عن كل وجع، عن كل حاجة نفسهم تحصل، عن كل حاجة نفس يعني عايزينها تبقى موجودة ومش موجودة. آه، أنا واثقة إن ربنا هيغير الواقع وهيبقى واقع حلو قوي. يا رب الأكلة تكون عجبتكم وتكون سهلة. هي سهلة طبعا ما فيهاش أي حاجة. عايزة الاشتراك بقى والتفعيل الجرس. وأنا مبسوطة قوي إن أنا كنت معاكم. باي. أشوفكم في فيديو جديد.